السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. النهاردة يا جماعة موجود عند صديقي بلال في اسكندرية. طبعا بلال من عندي من اسكندرية من هنا، وبيني وبين بلال مسافة تقريبا يعني حوالي 15 كيلو، ودايما بنتواصل مع بعض. أنا أعرف بلال من أكتر من 6 سنين. بلال من الناس المميزة جدا في مجال الزواحف، من الناس اللي لو عايز أي حاجة مستوردة من الزواحف يقدر إن هو يوفرها لك بصحة كويسة وحاجات نادرة. النهاردة احنا موجودين عند بلال عشان نشوف شوية حاجات من الحاجات النوادر، الحاجات المستورده بقى مش الحاجات المحليه، هنشوفهم مع بعض. في عندنا حاجات طبعا كتيره جدا. عندنا حاجه زي كده مثلا، زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، ده هنا كده ميلك سنيك. في حاجات تانية عندنا من انواع كينج سنيك. في عندنا حاجات طبعا البول بايسون. طبعا احنا مش عايزين نحرق الحاجه دي كلها دلوقتي، ولكن تعالوا مع بعض بقى نشوف الحاجه ديت واحده واحده مع بعض. دي هنا كده يا جماعه بول بايسون، ولكن طبعا بلال عنده تشكيله من الطفرات المميزه جدا، سواء من الكينج سنيك او الميلك سنيك او حتى البول بايسون. عنده تشكيله كويسه جدا. فتعالوا بينا مع بعض الاول نشوف بعض العينات الموجوده عند بلال النهارده، ونشوف مع بعض الاناكوندا، ونشوف هل في حاجه تاني غير اللي احنا قلناها موجوده عند بلال، وفي حاجات نادره وحاجات غريبه ولا لا. فالنهارده ان شاء الله تبقى حلقه مميزه جدا. وعايز اقول لكم يا جماعه الحلقه دي هتتقسم على حلقات، مش تبقى حلقه واحده. وان شاء الله هنسيب ارقام بلال والروابط بتاعه التواصل بتاعه بلال في اسفل الوصف ان شاء الله، عشان لو اي حد حابب ان هو يتواصل معاه يقدر ان هو يتواصل معاه بسهوله. فتعالوا نتابع مع بعض ان شاء الله. اول حاجه معانا زي ما حضراتكم شايفين، دي مجموعه مميزه جدا من طفرات البول بايثون او الاصله الكرويه. وكل نوع من دول او كل طفره من دول اسمها العلمي طويل جدا ومعقد جدا. فعشان كده ان شاء الله هنعمل فيديو عن كل طفره من دول ونتكلم عنها بشكل مفصل. ولكن النهارده خلينا نتكلم بشكل عام عن البول بايثون او الاصله الكرويه. النوع ده من الثعابين بيسمى الاصله الكرويه، ده عشان المنظر اللي حضراتكم شايفينه، ان بمجرد الاصله ما تشعر بالخطر بتبدا ان هي تلتف حوالين نفسها وتشكل شكل الكره زي ما حضراتكم شايفين. فعشان كده بيطلق عليها اسم الاصله الكرويه او البول بايثون. النوع ده بيتواجد بشكل رئيسي في جنوب غرب افريقيا، اللي هو الجين الرئيسي النورمال، مش الطفرات اللي قدام حضراتكم. فبالتالي بيتم استيراد الجين الرئيسي من جنوب غرب افريقيا، وبيبدا بعد كده الشغل على الطفرات، وهو ان هم بينقوا عينات محدده فيها مثلا طفره لونيه معينه او فيها جين مثلا مختلف، فبيبداوا ان هم يجوزوهم لبعض ويبدا انتاج الطفرات جيل بعد جيل. يعني عشان يتم انتاج طفره من دي ممكن ان هم ياخدوا سنين طويله جدا، ممكن ياخدوا 10 15 سنه عشان يقدروا ان هم ينتجوا طفره واحده من دي. وبعد كده الطفرات دي بيبدا تزويجها لبعضها فبتنتج نفس الطفرات. ولكن الصعب في الموضوع هو البدايه، ان انا اجيب عينه نورمال من البدايه وابدا ان انا اشتغل عليها جيل بعد جيل عشان اطلع منها طفره. البول بايثون يا جماعه من الانواع اللي بتمتلك اكبر عدد طفرات في الثعابين حول العالم. يعني فيها تقريبا ما يقارب ال4000 طفره لونيه مختلفه. ده اكتر نوع بيشتغلوا فيه على الطفرات، واكتر نوع بيتم انتاج طفرات منه. وطبعا كل الطفرات اللي حضراتكم شايفينها دي بيتم انتاجها في الاسر، يعني مش موجوده في البريه. والنوع ده ليه سوق كبير جدا من الهواه بيفضلوا النوع ده تحديدا. وده لان رقم واحد هو غير سام نهائيا، رقم اتنين النوع ده من الاصالات سلوكه هادي جدا وما بيعضش نهائيا، رقم ثلاثة الحجم ما بيطولش زي باقي انواع الاصالات زي الاصله الشبكيه او البرميه او الاناكوندا. يعني اقصى طول مسجل للاصله الكرويه هو من 180 الى 185 سم، يعني طولها ما بيتخطاش ال 2 متر في اي حال من الاحوال. وبتتغذى على القوارض، على الطيور، من الانواع الجميله جدا ومن الانواع الهاديه جدا في الاسر. وان شاء الله هنعمل حلقه عن كل طفره منهم مفصله. تاني شيء، دي مجموعة من طفرات الكورن سنيك أو ثعابين الذرة. وطبعا الأنواع دي غير سامة نهائيا وموجود منها طفرات كتيرة جدا. وهنا دي طفرة بتسمى ديفيوز، يعني كورن سنيك ديفيوز. النوع ده من الثعابين اللي هو ثعابين الذرة بشكل عام بيسمى باسم الكورن سنيك او ثعابين الذرة، لان هي بتتواجد دايما في جنب المخازن الموجودة فيها الحبوب زي الذرة او الغلال او كده. فعشان كده بيطلق عليه اسم الكورن سنيك او ثعابين الذرة. بيتواجد بشكل رئيسي في
في امريكا الشماليه، وبرضه في منه طفرات كتيره جدا وفي منه طفرات متنوعه، وده بيعد تاني اشهر ثعبان من حيث الانتشار بين الهواه بعد الاصله الكرويه. النوع ده غير سام نهائيا، من الانواع اللي طولها ممكن ان هو يصل الى 2 متر، يعني في عينات وصلت من الكورن سنيك ل 2 متر. وباذن الله برضه هنعمل حلقه مفصله عن كل طفره من الطفرات اللي قدام حضراتكم دي عشان نعرف كل شيء عنها. اما ده بقى احد انواع الكينج سنيك، وده اشهرهم لان الكينج سنيك او الثعبان الملك بيضم تقريبا ما يقارب 22 نوع مختلفين، وكل نوع فيه طفرات مختلفة عن بعض، ولكن ده بيعد اشهرهم وهو اللون القرمزي او الافعى القرمزية. الكينج سنيك الافعى القرمزية، طبعا النوع ده غير سام نهائيا، من الانواع اللي طولها ممكن ان هو يصل الى 150 سم، من الانواع الهادية جدا، رغم ان هو احيانا ممكن يميل للعض، ولكن عضته مفيش منها اي ضرر نهائيا. وان شاء الله هنعمل فيديو مفصل عن الكينج سنيك بشكل عام بجميع انواعهم قريبا. ان شاء الله هنعمل فيديو مفصل عنهم وعن طفراتهم، ولكن ده احد انواع الكينج سنيك او ثعبان الملك. وطبعا كلمة كينج بتطلق على الانواع اللي تتغذى على الثعابين زي الكينج كوبرا بالظبط، ولكن مع اختلاف ان ده غير سام نهائيا. وده هنا احد انواع الكورن سنيك او ثعابين الذرة، ولكن طفرة نادرة جدا وطفرة مميزة جدا من الكورن سنيك. الطفرة دي بتسمى كورن سنيك بليزارد نسبة الى اللون بتاعها، يعني الكلمة معناها عاصفة الثلج، وعشان كده بيطلق عليها اسم كورن سنيك بليزارد. النوع ده غير سام نهائيا زي ما ذكرنا، ولكن في طفرات كتيرة جدا، ودي احد الطفرات الموجودة فيه. والطفرة دي طبعا في منها الوان فاتحة عن كده، يعني ده اللون الشفاف بيضم معاه اللون الاحمر، ولكن في منه طفرات بتكون باللون الابيض كاملا، وبرضه بتكون هي نفس الطفرة. والاسم اللي بيضاف لكلمة كورن سنيك ده بيتم تسميته من قبل الشخص اللي انتج الطفرة دي لأول مرة، وده هنا البلاك مكسيكان كينج سنيك. الكينج سنيك طبعا احنا ذكرنا ان في اكتر من 22 نوع، وده احد الانواع الموجودة في ثعبان الكينج سنيك. والانواع ده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين مميزه جدا بحركه الذيل اللي حضراتكم شايفينها دي، ان وقت الشعور بالخطر بيبدا ان هو يهز الذيل بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، وبيبدا ان هو يهاجم، ولكن هو مش شرس، يعني نادرا ان هو يعض، ولكن طبعا غير سام نهائيا. وعضته اصلا مش مؤلمه لان اسنانه صغيره جدا مفيش منها اي خطر. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هو بيشبه بشكل كبير جدا الصل الاسود والاسود الخبيث، ولكن النوع ده غير سام نهائيا. اما ده بقى ثعبان بيسمى ميلك سنيك او ثعبان الحليب، وده نوع فرعي من الكينج سنيك، ولكن طبعا عشان في بعض الاختلافات الطفيفة بينهم فده بيعد نوع فرعي من ثعبان الملك او الكينج سنيك، ولكن هم متقاربين بنسبة تتخطى ال 95%، ولكن طبعا عشان نوع ونوع فرعي فبالتالي تم تغيير الاسم العامي للنوعين، ده بيسمى ميلك سنيك والتاني بيسمى كينج سنيك، ولكن هم متقاربين في كل شيء، سواء في الطول او في السلوك او في حتى الغذاء، يعني متقاربين في كل شيء. الطفره اللي قدام حضراتكم دي بتسمى البينو تانجرين. البينو تانجرين طبعا في طفرات كتيره جدا من الثعبان ده، وطبعا هو غير سام نهائيا. تعالوا بقى يا جماعه اوريكم اغرب حاجه موجوده عند بلال. انا عن نفسي انا عندي فوبيا منها وما بحبهاش نهائيا ولا اي نوع من انواعها. تعالوا كده نشوف ايه اللي موجود في الصندوق ده، هتستغربوا جدا. بصوا يا جماعه، ده نوع من انواع الصراصير. دي صراصير الماني؟ لا دي دوبيا روتش. دوبيا روتش. بصوا يا جماعه، انا والله العظيم خلي بالكم انا واحد من الناس انا بقرف جدا جدا من الصراصير. يعني طب دي انت بتستخدمها لايه يا بلال؟ دي بنأكل بيها الزواحف، وهي بتاكل إيه؟ بتاكل يعني دي بنأكلها للسحالي، وبتاكل اكل بيت عيش ناشف. تمام. دي غير بتاعه الصرف وبتاعه البلاعات والحاجات دي. لا نهائي، دي الكيلو منها بيعدي ال1500 دي. يعني دي نوع مختلف غير بتاع الصرف. نهائي خالص. طب اقفل يا بلال، اقفل يا بلال. طبعا هي مهمه جدا يا جماعه عشان خاطر فيها نسبه بروتينات عاليه، بالنسبه لبعض انواع الزواحف بتبقى مهمه جدا، فضروري ان هو يكون عنده. لكن انا بصراحه اي زاحف هيحتاج اي صراصير انا عن نفسي عمري ما هربيه عندي.
اما اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه مش بورص ولا سحليه صغيره من الانواع الصغيره، بل ان هي من انواع السحالي الكبيره. اللي قدام حضراتكم ده بيسمى ورل السافانا او سافانا مونيتور. النوع ده حضراتكم شايفينه هنا صغير لان ده لسه فأس، ولكن النوع ده من الورلات حجمه قد يتخطى المتر بقليل، يعني حجمه قد يصل الى المتر وممكن يتخطى المتر بقليل، وبيوصل لضخامه كبيره جدا. هسيب لحضراتكم دلوقتي صوره لحجم بالغ من ورل السافانا. دي هنا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين دي صوره لورل السافانا وهو بالغ. طبعا الورلات من انواع السحالي الغير سامه نهائيا، ولكن بيمتلك مجموعه من البكتيريا الضاره الموجوده في الفم، وده بيرجع لنوع الاكل اللي بتغذى عليه، لان الورلات بتتغذى على الجيف وعلى اي حاجه قدام منها. ولكن بما ان هو بيتم تربيته في الاسر والاكل بتاعه بيكون نظيف، فطبعا البكتيريا اللي فيه بتكون اقل ضرر. اما اللي قدام حضراتكم دول احد انواع الكورن سنيك او ثعابين الذره، ولكن دي انواع مختلفه عن الانواع اللي عرضناها في بدايه الفيديو، لان زي ما ذكرت لحضراتكم ان الكورن سنيك بيضم انواع كتيره جدا، وكذلك الامر الكينج سنيك والميلك سنيك، كل دي بتضم انواع، والنوع الواحد فيهم بيضم طفرات مختلفه، بل ان الطفره نفسها بتضم تحت منها طفرات مختلفه. يعني اللي قدام حضراتكم دول رغم ان هم من نوع الكورن سنيك الا ان هم من طفره بتسمى بالميتو. طفره بالميتو دي بتعتبر الطفره الفائقه، ده اسمه كورن سنيك بالميتو، ولكن الطفره دي بتضم تحت منها ما يقارب 35 طفره فرعيه. يعني اللي قدام حضراتكم دول رغم ان هم متشابهين بشكل كبير جدا، ورغم ان هم نفس النوع ونفس الطفره الفائقه، الا ان هم طفرتين فرعيتين مختلفتين عن بعض. يعني زي ما حضراتكم شايفين فيهم طفره لون عينيها باللون الاحمر، وايضا مميزه على الجسد بنقط برتقالي، والطفره الثانيه لون عينيها مميز بالداير الاسود، العين من الداخل باللون الاحمر ولكن عليها داير باللون الاسود، وايضا على الجسد في نقاط باللون الاسود. فبالتالي دول طفرتين مختلفتين عن بعض، وان شاء الله هنتكلم عن جميع الطفرات ديت في فيديوهات مفصله عشان الشرح ما يطولش وعشان الفيديو ما يطولش. فكل حاجه من دي ان شاء الله هنتكلم عنها في فيديو مفصل، وعن الطفرات بتاعه الكورن سنيك كلها باذن الله مع بعض. وزي ما حضراتكم شايفين هنا هم بيشبهوا بشكل كبير جدا جدا ثعبان موجود عندنا احنا في مصر، وهو ثعبان الجداري، ولكن مع اختلاف ان ثعبان الجداري عندنا بيمتلك غدد سميه وبيمتلك سم، ولكن سم ضعيف جدا على البشر، ولكن دول انواع غير سامه نهائيا. اما ده هنا نفس النوع اللي عرضناه في الاول، وهو البلاك مكسيكان كينج سنيك. ده ثعبان الملك المكسيكي اللون الاسود، لان احنا ذكرنا ان في اكثر من نوع من الكينج سنيك وفي اكثر من طفره لونيه، ولكن طبعا ده الطفره اللي هي السوداء بالكامل بيشبه بشكل كبير جدا الصل الاسود والاسود الخبيث. ومع ذلك النوع ده من الانواع الهاديه جدا، ومن الانواع الغير سامه نهائيا، ومن الانواع اللي طولها بيتخطى المتر ونص، ممكن يصل لل2 متر. دي واحده ثانيه كبيره، دي اطول واحده عندي. بصوا بقى يا جماعه، انا عايز ايه اوري لكم، انا عايز اوريها لكم هي قريب. بصوا يا جماعه دي هنا الاناكوندا. ثواني يا بلال، انا عايزك ايه، ثواني انا عايز امسكها من دماغها الاول قبل ما نطلعها. براحتك، هات انا اصور مكانك. بصوا يا جماعه، انا عايز بقى اجازف وامسكها انا بايديا. هي ممكن تعض الكاميرا. بص دي هتتعض. ارجع بيها ورا بقى عشان امسكها انا. استنى، بتحاول تستكشف ايه اللي بيحصل. بص يا جماعه كده ايه، كده مسكناه اهي، كده مسكناه. دي كده الاناكوندا. طبعا مواجهه شرسه. استاذ احمد الاناكوندا. تمام، محتاج مساعده زي الفل. ارفع. ايوه طبعا هي بتحاول ان هي تعصر هنا، بص فاروقه بتحاول ان هي تعصر. انا كده مش حاسس بايدي خالص. بص
الدم طبعا بيوصل بالعافية. ايدك دي بص الفرق ما بين الايدين. اهي. طبعا انت بتتكلم في ضغطة من اقوى ضغطات فعلا التعبين في العالم، وهتلاحظ ان كتلة بص العضلة بتاعتها السلاب هنا. كتلة العضلة بتاعتها في الضغط غير اي قصرة تماما. الاناكوندا هي اتقل تعبان في العالم، وقوته العضلية من اقوى التعابين من حيث القوة العضلية جدا. ارجع بقى ورا عشان حاجة ما انصحش اي حد يربيها بصراحة غير لما يكون محترف على درجة عالية جدا جدا جدا. بص يا جماعه، انا ايدي هنا ما بقتش قادر اتحملها، والله ايدي ما بقيت قادر اتحملها. طيب احنا عشان نفك ديت لازم الاول، عشان نسيب الاصله لازم افك دي الاول. انا ما ينفعش ان انا اسيب الاصله هنا وهي ماسكاني هنا كده، فانا لازم افك الاول الايه، افك الديل واحده واحده وابدا ان انا اهرب منها. لازم اهرب منها. كده يا جماعه انا هربت منها، فما ادهاش فرصه تاني ان هي تلف على ايه، تلف على دراعي. ما ادهاش فرصه ان هي تلف على دراعي. كده طبعا انا بديها الفرصه، ولكن انا ايه، عشان بس اصورها. كده احنا حليناها. كده نيجي جايبينها هنا كده، جايبينها هنا كده، ونسيبها طبعا ايه براحتها خالص. كده احنا طبعا سيبناها. طبعا هي تلم.